السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الباشمهندس أحمد. هشرح لكم النهاردة، ندخل على جزئية اللي هتيجي في العملي، واللي هي الفلوتشارت. تمام. في الأول يعني سؤال هو كيف المبرمجين بيفكروا؟ يعني ده سؤال المفروض تسأل نفسك وأنت في بداية مسيرتك في الكلية. آه، المبرمج لما بيمسك آه، مهمة مهمة برمجية أو تاسك، بيبدأ يفكر فيها في مرحلتين أساسيتين. مرحلة حل المشكلة، واللي هي بيبدأ يرتب أفكاره، ويبدأ يستنتج ويعمل خطوات مرتبة عشان بس يوصل لحل للمشكلة الأساسية اللي معاه. الخطوات دي بنسميها الجوريزم. تمام. آه، بعد كده بيبدأ في مرحلة التنفيذ، واللي هي بيحول الخطوات دي لكود فعلي بيستخدمه في لغة البرمجة. الالجوريزم بشكل بسيط هو عبارة عن خطوات متسلسلة مرتبة منطقيا لحل مشكلة معينة قبل ما نكتب الكود ونحتاس. تمام. بعد الالجوريزم، ازاي انت بتكتب الالجوريزم ده يعني على ورق قبل ما تبدأ تصممه وتنفذه في الكود. في حاجة اسمها البسودو كود. البسودو كود ده بيبقى وصف عادي بتكتبه كده بإيدك بالخطوات، بالإنجليزي بقى بالعربي زي ما انت بتحب، بس بيبقى خطوات موضحة انت ازاي بتمشي وبتوصل من فين لفين لحد ما توصل لحل المشكلة. تمام. مثلا لو عندك زي مثلا طريق، المثال الأولاني بيقول لك اكتب الجوريزم عشان يحسب درجات الفاينل، الدرجات النهائية للطالب، وهل هو نجح ولا ما نجحش لأربع مواد. فأنت لما تيجي تفكر وتبدأ ترتب، آه، فأول حاجة لازم تعرف إيه هم الأربع مواد، وإيه هي الأرقام بتاعتهم، إيه القيم بتاعتهم. فبيبقى عندك مثلا طريقتين لكتابة السودو كود. آه، زي ما أنت بتحب، ممكن بسودو كود تكتبه بطريقة تانية. زي ما أهم حاجة أنت تبقى فاهم أنت بتكتب إيه واللي حواليك فاهمين. ماشي. فتبدأ بأول خطوة، بتاخد الانبوت اللي هو الأربع درجات. تمام. وبتبدأ بقى تحسب الافرج للأربع مواد، تجيب لهم المجموع وتقسم على أربعة. تمام. وتشوف لو القيمة من العملية الحسابية أصغر من الخمسين فهو صدق، لو أكبر فهو نجح. فتيجي تبدأ بقى وتصمم الألجوريزم. فأنت في أول مرحلة خدت الإنبوت الأربع مواد، بعد كده تاني مرحلة حسبت الأفريج، بعد كده تالت مرحلة عملت إف لو هو الأفريج أصغر من الخمسين، فخلاص اطبع له إن هو صدق. لو أكبر خلاص اطبع له إن هو نجح. عشان نوضح الالجوريزم بشكل بصري، بنستخدم حاجة اسمها فلوت شارت. فلوت شارت دي هي رسم تخطيطي بيوضح تسلسل العمليات. تمام. آه، يعني رموز، عبارة عن رموز، بس انت ازاي بتمشي من أول خطوة لحد آخر خطوة. في الفلوت شارت دي عبارة عن رموز بتدل على آه، عملية معينة. ففي أول رمز بتبدأ بيه لازم يكون البيضاء. ليه لازم؟ لأن ده بيدل على هل أنت بدأت البرنامج ولا لسه ما بدأتش البرنامج. تمام. بيبقى الستارت والإنت بتحط في بداية البرنامج وفي نهايته. بس آه في الرموز في الغالب بيبقى فيه اختلافات بسيطة، يعني زي هنا مثلا بيضاوي، لكن هنا في المثال بيستخدموا مستطيل بس الزوايا بتاعته آه مدورة. تمام. الاختلافات دي بتبقى على حسب هل انت ترسمها على ورق ولا بتستخدم برنامج خارجي. يعني هنا مثلا لو جيت هنا في الداشبورد دي، في الوايت بورد، هتلاقي هنا
البداية هتلاقيها بيضاوي. تمام. في البرامج بيبقى اسمها ستارت، وبيكون في واحدة تاني في نهاية البرنامج اسمها end، وبيكون في سهم. السهم ده بيربط ما بينهم. تمام. ده برضو من ضمن الرموز. السهم بيربط ما بين الخطوات، بيعرفك ايه الخطوة اللي بعد كده. فانت هتلاقي من التيرمينال ما بين الستارت والاند تلاقي فيه سهم. تمام. في الرمز اللي بعده اللي هو متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع ده ليه استخدامين، input و out. في الرموز هنا، هو هنا مستخدمه كinput بس. ده اللي هو موجود في الأمثلة على النت. هتلاقيه بيستخدم المتوازي الأضلاع في الانبوت وفي الأوت. تمام. عادي، اختلاف بسيط يعني. هنا مستخدم الشكل الغريب ده كأنه أوت، بس مش هيأثر. عادي، خليك عارف إن الرمزين دول حاجة واحدة. تمام. ندخل على الرمز اللي بعده اللي هو المستطيل. المستطيل ده قصده هنا بالبروسيس. البروسيس دي في الغالب هتبقى عملية رياضية، جمع، طرح، جسمة. بتبقى مقسومة نصين. آه، لما ندخل نتعمق في الأمثلة أوريها لكم بالظبط. يبقى كده الشكل شبه الدايموند، شبه الألماسة ده اللي هو المعين ده. في القرار، يا إما يبقى ليها شكل سهم كده، وليها سهم كده. بيقول لك بيبقى في شرط هنا، لو الشرط ده اتحقق والإجابة كانت يس، فهتمشي كده على السهم ده. لو الإجابة كانت نو، هتمشي على السهم التاني. لما نيجي بقى نرسم الفلوت شارت في البرنامج، فأنت مع أول فتحة ليك للبرنامج هيبقى قدامك الشكلين ده، المين واللي هنا قصدها بالستارت، مقصود بيها بالستارت، والاند. تمام. خلي بالك، خليك عارف إن الحياة لازم تكون متوصلة في النص ما بين الخطوتين دول. لو عملت حاجة بره فمش مش هتشتغل. تمام. فنيجي لأول مثال. تمام. في المثال الأول بيقول لك هيدينا الطول بالقدم وعايزين نحوله للسنتي. فأنت هتبدأ تحسب أول حاجة الإنبوت. الإنبوت هيكون عندك الطول بس بالقدم. طب الأوتبوت هيكون الطول بالسنتي. البروسيس في النص بقى ازاي بقى هنحول القدم للسنتي. فأول حاجة بنعمل الفاريبل أو المكان اللي بيتخزن فيه القيمة اللي هتيجي من اليوزر. فهعمل declare واديها اسم تعريفي. فأنا هقول feet بالقدم، وهبدأ أحدد لها التايب. في 4 أنواع من التايب. في الانتجر اللي هو الموجب والسالب. في الريل اللي هو أرقام برضو بس ممكن تحتوي على كسور. الريل أكبر من الانتجر، يعني ممكن الريل تخزن انتجر عادي. فالريل يفضل تستخدم في الأرقام لو أنت مش متأكد هل الرقم هيدخل لك صحيح ولا في كسور. بعد كده في السترينج دي اللي هي الحروف أو الكلمات. بعد كده في البوليان اللي هو true أو false، صح أو غلط. تمام. فأنا هختار بعد كده هعمل input، أسميه fit. خزن هات البيانات من اليوزر وخزنها في الفيت. تمام. وهبدأ أعمل البروسيس. البروسيسنج هنا اسمها assign. فالassign تبقى مقسومة على جزئين: المكان اللي هخزن فيه الناتج من من العملية، والاكسبريشن ده اللي هو ايه اللي هيحصل. فأنا هعمل variable تاني
واسميه سين مثلا، وخليه ريل برضو. وهنا هعمل السين بتساوي الفيت في 30. لما هاجي اعمل رن، انا هنا كتبت الاسم غلط. لما هاجي اعمل رن، هنا هيقول لي دخل الفيت، فانا هقول مثلا 10. في الحالة في الحالة دي هنا بيظهر لي الأماكن اللي أنا بخزن فيها. فأنا هنا لما هرجع للبرنامج، أنا بخزن عامل مكان الفيت، بخزن فيه القيمة بتاعتي اللي أنا دخلتها اللي هي 10، وعامل سي ام بخزن فيها الفيت في 30. فهنا 10 في 30 300. بس لما تيجي هنا للبرنامج الأساسي، هل عمل هل طلع الأوتبوت؟ إجابة لأ. ليه؟ لأني هنا ما عملتش الأوت. فأنا هاجي هنا وأعمل أوت، اطبع لي السي ام. لما هاجي أجرب تاني وأعمل 10، طلع لي 300. المثال ده بيقول لنا هيدينا الطول والعرض مستطيل، وعايزين نحسب المساحة. فأنت تبدأ تدور على تحسب الانبوت هيكون الطول والعرض. فأنا هاجي هنا أعمل ديكلير، هبدأ مثلا بالعرض وأديله اسم W، وهنا هخليه ريل عشان انا مش ضامن هل الطول هيكون صحيح ولا في كسور. وهعمل ديكلير تاني للطول، خليها برضو ريل. بعد كده هعمل input لكل variable. هعمل input لل W وinput لل L. هاجي بقى في الاساين. هنا انا محتاج اعمل برضو ديكلير للمكان اللي هخزن فيه القيمة بعد قيمة المساحة، اسميها اريا، خليها اريا برضو. هاجي هنا اريا بتساوي قانون المستطيل هو الطول في العرض. فأنا هنا هاجي الطول في بعض، متنساش تعمل الأوت. هنا هطبع ال وهاجي أعمل رن، أدخل العرض مثلا 10، الطول 20. فالإجابة المساحة طلعت ب200. لو جينا نشوف المثال اللي كان في الأول، اللي هو نحسب درجات الطالب، هيدينا 4 درجات. محتاجين نحسب الدرجة الكاملة ونقارنها. تمام. فاللي هيحصل هنعمل ديكلير للقيم بتاعتنا اللي هي ال4 درجات. هنا M1. في حالة الديكلير بس، لو هتعمل ديكلير نفس التايب عادي، ممكن تعملهم في واحدة ديكلير بدل ما تقعد تعمل لكل variable ديكلير بتاعته. فهنا هعمل ال3 ال4 درجات في واحدة وأحدد لها انتر. تمام. بس لما تيجي تعمل الانبوت مش هينفع تعمل الانبوت للأربع مع بعض، لازم تعمل انبوت لكل واحدة لوحديها. فهنا M1، هنا M2، هنا M3، هنا M4. تمام. فهاجي في حتة الأساين، محتاج أعمل ديكلير، وأسميه هنا مثلا ريت. هنا هخليها ريت. ليه؟ لأن أنا هنا في عملية الأساين أنا هجيب المجموع الكلي للأربع قيم وهقسم على 4. فلما هاجي أقسم، في احتمال إن تطلع كسور. طب هيحصل إيه لو كنت أعملها انتجر؟ الكسور دي هتتلغي، مش هتتخزن، مش ولا كأنه جراها، هيجرب بس الأرقام الصحيحة. أنا لازم أحافظ على الكسور اللي هي ريل، وأعمل أصلا هنا وأكتب ريل المكان اللي هخزن فيه، هفتح قوسين M1 زائد M2
زائد M3 زائد M4، وهقسم على 4. تمام. في الرمز اللي بعد كده، اللي بعد الأساين، وهو الإف. الإف هنا كأني بعمل قرار، بختار لو كذا فاعمل كذا، لو ما حصلش اعمل كذا. هنا في الإف أنا محتاج أكتب شرط. الشرط هيكون لو الجريد أكبر من 50. لو الجريد أكبر من 50. لو الجريد أكبر من 50 في حالة كده إن الترو، في حالة إن هو صح الجريد أكبر من 50، أنا هيمشي في الترو. فأنا هنا في الترو محتاج أقول له اطبع باص نجح. طب لو الجريد كانت أصغر من 50 فهيمشي في ناحية الفولس، فأنا أقول له اطبع إنه فشل. لما تيجي تجرب، أنا هدخل القيمة الأولى 10، القيمة التانية 10، كده 20، كده 20. طبع لي فين؟ لما تيجي تجرب تاني 100، 50، 50، 100، طبع لي باص. طب افرض هنا أنا حاطط في الشرط لازم الدرجة تكون أكبر من 50. في حالة إن الدرجة بقت 50، مثلا نعيد هنا 100، كده 10، 10، 10، طبع لي فين؟ لو جيت هنا عملت رن، سجلت في الدرجة الأولى 50، الدرجة التانية 50، الدرجة التالتة 50، الدرجة الرابعة 50. فهنا الجريد لو جينا هنا في حتة الفاليو، هلاقي هنا في الدرجة الأولى 50، الدرجة التانية 50، الدرجة التالتة 50، الرابعة 50، في الجريد 50. هنا أنا حاطط في الشرط لو أكبر، لازم تكون أكبر. طب ما ينفعش ده، يعني في حالة ال50 لما يكون جايب نص الدرجة بيعتبر ناجح. فاحنا محتاجين نعدل الشرط. هنا لازم تخلي بالك في الشرط هنا، لازم لازم تخلي بالك إن في فرق ما بين علامة الأكبر وعلامة الأكبر من أو يساوي، علامة الأصغر من أو الأصغر من يساوي، أو في حالة اليساوي. في حالة اليساوي يساوي، هنا بقول له لو الجريد بالظبط بتساوي 50 يعتبر اطبع ناجح. هنا لو جيت سجلت 50، 50، 50، 50، هيطبع بس. لكن في حالة إن أنا 100، 100، 100، 100، هيطبع في النفش. هنا لازم تخلي بالك في الشرط اللي أنت بتسجله. فهنا أنا محتاج يكون أو يساوي 50. هنا لما هاجي أجرب 100، 100، 100، 100، تطبع لي باص. في حالة إن أنا سجلت 50، 50، 50، 50، باص. طب لو جربت مثلا أرقام صغيرة زي 10، 25، 20، تطبع لي فين؟ بنفس الطريقة لما يدينا مثال يقول لنا عايز أطبع أكبر رقم من 3 أرقام، يعني هيدينا 3 أرقام عايزين نطبع أكبر رقم. هنا في حالة الإنبوت هيكون معانا 3 أرقام، من واحد و خلينا نم واحد، نم اتنين، نم تلاتة. هنا أنا خليتهم مع بعض في ديكلاريشن واحدة عشان التلاتة بنفس التايب. لكن في حالة الإنبوت أنا هعمل كل واحد لوحده. نم واحد الرقم الأولاني، الرقم التاني،
التالت. هنا أنا محتاج أعمل declare للمكان اللي هخزن فيه أكبر قيمة، هسميها مثلا ماكس. هنا أنا محتاج أعمل if. ليه؟ لأن أنا هنا أنا معرفش قيمهم، فأنا بقول لو هعمل شرط لو رقم واحد أكبر من رقم اتنين روح ناحية الترو، لو لأ روح ناحية الفولس. لو ترو فده معناه إن رقم واحد هو الأكبر، فأعمل لي مقارنة تاني بينه وبين رقم واحد، هل هو أكبر من رقم تلاتة. هات إن هو ترو، خلاص اعمل لي assign، خزن لي الماكس برقم واحد. في حالة الفولس، في حالة الفولس هنا بقول إن رقم تلاتة هو الأكبر، فهل معناه إن رقم تلاتة أكبر من اتنين، من رقم اتنين؟ أيوه. ليه؟ لأن إحنا هنا لو جينا رقم واحد أكبر من اتنين، بعد كده رحنا كملنا رقم واحد أصغر من تلاتة، فده معناه إن رقم تلاتة أكبر من الاتنين، فده معناه هنا في الفولس اعمل assign max بيساوي رقم تلاتة. نيجي على الناحية التانية في الفولس، في الحالة دي في الشرط أنا جاي رقم واحد أكبر من رقم اتنين، لو لأ فده معناه إن رقم اتنين هو الأكبر، فأعمل لي if لو رقم إيه أكبر من رقم تلاتة. في حالة الترو خزن لي الماكس، ماكس بتساوي رقم اتنين. في حالة الفولس لأ خلاص خزن لي رقم تلاتة بنفس المنطق، ماكس بتساوي رقم تلاتة. ليه؟ لأن هنا أنا بقول له لأ تلاتة هي أكبر من اتنين وأكبر كمان من واحد، وهنا أنا لازم أضرب الأرض اللي هو ماكس. هنا لما أجي أعمل رن مثلا رقم واحد كان ب10، رقم اتنين ب2، رقم تلاتة ب1، هيطبع لي ال10. طب لو خليت رقم اتنين هو الأكبر، هنا اتنين، مثلا هنا 10، هنا 50، وهنا 4، هيطبع لي 50. طب لو خليت الرقم الأخير هو الأكبر، 90، 80، 102، هيطبع لي 102. السؤال اللي بعده بيقول لي عايز أحسب 2 أس 4، فهنا الانبوت والاوتبوت هيكون البيز والباور، والاثنين انتجر. وهعمل انبوت او هعمل اساين على طول بما ان هو مساهم لي الفاريبل بيز يساوي 2 والباور هثبت هنا البيز، وهعمل فاريبل تاني اخزن فيه القيمة، نقول مثلا answer برضه بانتجر، اعمل له اساين انه الانس يساوي 1. ليه؟ لان عملية الأسس هي عملية ضرب عادي، اللي بيحصل إن 2 أس 4 بعمل 2 في 2 في 2 في 2 4 مرات، فاللي هعمله هنا هعمل أساين أول مرة أنس، أنس الجريمة مضروبة في البيس، تمام، وهبدأ أكررها 4 مرات، بعد كده أطبع الأوت، تيجي هنا نضرب طول طبعا لي 16. هل ده كده صح؟ يعني لما هاجي
مثلا عايز اغير الباور بدل ما اخليه 2 أس 4، لا أنا عايز أخليه 2 أس 5 أو 2 أس 6. أنا كده هضطر أعدل في الأساين، أعدل في عدد الخطوات. أو لو هغير البيز أنا كده بوظت الكود تماما. فأنا هنا هستخدم الرمز اللي بعده، وهاجي هنا لحد حتة أنس، وأدخل على اللوب، وهبدأ بالواي. الواي محتاج إن أنا أديها شرط. شرط إزاي؟ آه هبدأ آه أبدأ أعرف كاونتر. ليه أنا بعرف كاونتر بقى؟ هديله قيمة هنا بصفر، لأن اللوب لو ما اديتلهاش شرط هتفضل شغالة وتفضل تستهلك من موارد الجهاز لحد ما يكونش فيه موارد متاحة إن الجهاز يستخدمها. فساعتها الويندوز ممكن يقع، أو الجهاز يحصل له حاجة لا قدر الله. فهنا أنا لازم أديله شرط، والشرط هنا هيكون كاونتر. لو الكاونتر أصغر من الباور أو يساوي. لو الكاونتر أصغر من الباور أو يساوي. أنا هنا نسيت أعمل input، فأنا هنا هلغي بدل ما بعمل assign، لا أنا هعمل input للبيز، وهعمل input للباور. أخلي كل حاجة دايناميك، مش إجباري إن أنا أمشي على بيز 2 أو أمشي على باور 4. تمام. هنا في حالة إن الكاونتر أصغر أو يساوي الباور، هات لي الأنسر اللي أنا هنا لازم أديها قيمة ابتدائية عشان يبدأ أعمل عملية الضرب. خليها مثلا بواحد عشان المحايد الضربي. وهنا هعمل assign، أقول له الأنسر يساوي الأنسر الجريمة مضروبة في البيس. واللي يحصل إن عدل لي الكاونتر. ليه لازم أعمل الحتة ديتي؟ لأن أنا كده لو ما عدلتش في قيمة الكاونتر هتفضل ثابتة وهتفضل أصغر من الباور، فهدخل في انفينيتي لوب، وهدخل في الانفينيتي لوب، والجهاز ممكن يحصل له حاجة. يعني هنا أقول له كاونتر الجريمة زائد واحد. في حالة إن اللوب خلصت خلاص والشرط خلص، اعمل لي اوتبوت للأنسر. لما تيجي نعمل تيست للبيز 2 والباور 4، فالإجابة هنا كان هنا أنا عامل الشرط غلط وكده. هنا البيز 2 والباور 4، الإجابة 16. 2 أس 4 16. لو جيت هنا عملت 3، البيز ب3 والباور ب2، فالإجابة هتكون 9. هنا لازم تخلي بالك إن الشرط اعتمد اعتماد أساسي على ال الكاونتر والقيمة. أنا هنا بقول له افضل لف لي على الباور عدد، لف لي قصدي بالكاونتر يعني اللوب عدد الباور، القيمة اللي أنا مديها لك. ففي حالة إن أنا هنا جيت وخليت دي بتساوي البيس، هنا تخلي بالك إن هنا هو ما بدأش من الأول، لا هنا هو عمل عملية ضرب تلقائي واحد في البيز. أنا كأني زودت الكاونتر بواحد، فبدل ما أنا هبدأ من الصفر هبدأ من واحد. طب يحصل إيه لو سبتها زي ما هي؟ لو سبتها زي ما هي بصفر أنا كأني عملت كأني ضربت، بدل ما كان الأس بأربعة أنا خليته بخمسة. فهنا لازم تخلي بالك، لازم تظبط الجزئية ديت. فأنت هنا بدل ما تخليها بيز الأنس بواحد بالبيز خليها بواحد، كأنك بتبدأ من تحت خالص، من البداية خالص. فأنت هنا هتلاقي الناتج معاك طلع معاك مظبوط. المثال بيقول لي عايزك تطبع لي من 1 ل 100.
ففي الحالة دي أنا مش هينفع أعمل 100 مرة من الأول. أنا هنا هستخدم اللوب. في الأول هنا هستخدم الوايل. الوايل أنا محتاج أعرف شرط، فأنا هنا هاجي وأقول declare n تساوي integer، وأعمل القيمة الافتراضية لل n بتساوي واحد. ليه؟ لأن هنا بيقول لي هنبدأ من الواحد. تمام. طول ما ال n أصغر أو تساوي المية، طول ما ال n أصغر أو تساوي المية، خش اطبع لي ال n وزود لي على ال n بواحد. زود لي على ال n القيمة القديمة واحد. تمام. هتيجي تعمل رن، هتلاقيه بدأ من الصفر، بدأ من الواحد لحد المية. تمام. في حالة إن أنت عايز تبدأ مثلا بدل ما تبدأ من الواحد، أنت عايز تبدأ من 50، فتبتدي تغير قيمة ال n هنا، فهتلاقيه بدل يبدأ عد من الواحد، لا هو بدأ عد من ال50. طب لو أنت هنا عايز تبدأ من الصفر بس، عايز بدل ما بيمشي خطوة، لا أنا عايز يمشي خطوتين، فأنت تيجي هنا بدل ما تجمع واحد، لا أنا اجمع لي اتنين. هتلاقيه هنا بدأ يطلع لك الأرقام الزوجية بس، بداية من صفر اتنين أربعة لحد المية. تمام. آه لو أنت بقى عايز تمشيها بالعكس، بدل ما بيطبع من الواحد لحد المية، لا أنت عايز تطبع المية لحد الواحد، فأنت هنا هتيجي لازم تغير قيمة ال n، تخليها 100، وتغير قيمة الشرط. الشرط هنا بقول له ال n لازم تكون أكبر من الصفر، عايزه يجي لحد الصفر ويقف ما يطبعش. اطبع لي ال n، وبدل ما بتزود على n، لا نقص لي واحد. هتيجي هنا تلاقيه بدأ عد من المية لحد الواحد. طب لو انت عايزه يمشي خطوتين، غير قيمة خطوة، بدل ما بيمشي خطوة لورا، لا خليه يمشي خطوتين، هتلاقيه 198. طب انت لو عايز تطبع سالب، انت ممكن هنا تيجي تغير قيمة الشرط، بدل ما يجي لحد الصفر يقف، لا أنا عايزه يجي لحد سالب 10 ويقف. هتلاقيه هنا بدأ عد من المية، جه لحد سالب 8. هو ليه هنا ما طبعش سالب 10؟ ليه؟ لأن هنا في الشرط جاي له لحد سالب 10 وقف. لو حطيت له يساوي، لو حطيت هنا يساوي، فبقول له اعمل حسابك إن ال10 من ضمن اللوب، فهيطبع ال10. طيب، هل ده النوع الوحيد في اللوبينج؟ لا، في نوع تاني واللي هو الفور. فهنا هاجي فور فيها 4 قيم، 4 قيم، بعكس الوايل بتبدأ بشرط، لازم تديها قيمة الشرط. لكن هنا اللي بيحصل لازم تعمل ديكلير نفس ما عملنا للإن انتجر، بس هنا مش هتعمل assign، هنا هتخلي الفور ذات نفسها هي اللي تعمل assign. فهنا بيقول لي الفاريبل أو المكان اللي أنت هتخزن فيه القيمة، وبقول له هنا ان عايز القيمة تبدأ من فين، أنا عايزها تبدأ من الواحد، عايز القيمة تنتهي فين، 100، عايزها تزيد ولا الجلد، يعني بيبدأ من الستارت لحد الاند بالزيادة ولا بالنقصان. فأنا هقول له بالزيادة، آه، يمشي خطوة كل مرة. تمام. وهاجي هنا نفس ما حصل، هعمل اوتبوت الان. هنا أنا مش هعمل assign، لأن هي الفور ذات نفسها هي اللي هتعمل لي الاساين، هيجي تلقائيا يعني. طب ايه الفرق ما بين الوايل وال والفور؟ ان الفور ليها مدى انت بتحدده، يبدأ من القيمة كذا، يبدأ من القيمة كذا لحد ما ينتهي بالقيمة كذا. بعكس الوايل، زي ما قلت ان الوايل عبارة عن شرط، فانت هي بدل ما بتعرف جوه الفور القيمة الفاريبل والستارت والاند، انت هناك في الوايل كنت بتعرف كاونتر، بتقول له الكاونتر لو عدى القيمة كذا آه، وقف، وبتخلي جوه اللوب بتزود الكاونتر. تمام. في حالة إن أنت عايز تمشي بالعكس، بدل
لا هتمشي من 1 ل100. لا أنا عايز أمشي من 100 ل1. أنا هاجي هنا وأعمل 1. بس هنا أنا لازم أغير، بدل ما بجمع أنا هطرح بمقدار 1. هاجي هنا عشان هلاقيه عد من 100 لحد 1. وتبدأ بقى أنت تظبط دنيتك، بدل ما أخليه يمشي خطوة أنا عايز يمشي 3 خطوات. أنا هاجي هنا أجرب، هلاقيه بدأ من 100، 97، 94. في نوع تالت من اللوب واسمه الدو وايل. الدو وايل هي الوايل، بس الفرق إن الوايل كان بيتحقق من الشرط الأول قبل ما يدخل في الكود، قبل ما يدخل في الترو. هنا لأ، هنا بدخل في الكود وكده بتحقق. ففي الحالة دي أنا هنا هعمل declare للإن وأديها قيمة افتراضية sin إن بيساوي 1. وهنا بقول له الأول اطبع الأول الإن. بعد كده زود على الإن 1 إن زائد. وكده بقول له اتحقق بالشرط. لو الإن هنا لو الإن أصغر من 100، أصغر أو يساوي، عشان عايزه يطبع 100. تمام. فاللي حصل هنا إنه بدأ من 1 لحد 100. ممكن يبان لك إن مفيش فرق، بس لا هو فعلا في فرق. هنا بدل ما كنت في الوايل بتتحقق بالأول من الشرط اللي ممكن أصلا من الأساس ما يدخلش، لكن في الدو لا هو بينفذ بعد كده يتحقق. فمثلا لو جيت هنا خليت القيمة ب100 وعملت هنا وايل، عملت لها فاريبل خاص بيها عشان ما يأثروش على بعض. مثلا بإكس هديها قيمة ساين إكس بيساوي 100، وهديها نفس الشرط لو الإكس أصغر أو يساوي 100. هاخد نفس الكود. تيجي نشوف هيطبع إيه. أنا هنا اللوت كنت معرف الإكس، كنت حاطط مكانها إن. هيجي هنا هي دي بدل إن خليها إكس. تمام، نعمل رن. تمام، طبعا القيمتين 100 و100. في حالة إن هنا خليت دي عدت الرينج، عدت الشرط، بقت 101. هنا 101. هاجي هنا ألاقي إن 101 طبعت من أنهي كود؟ طبعت من الدو. ليه؟ طب هتتأكد هقول لك. تيجي نعمل ديليت دي هتلاقيه ما طبعش أي حاجة. لكن لما تيجي ترجعها وتيجي تشيل الوايل تلاقيه طبع 101. ليه؟ لأن هو هنا دخل على كود، نفذ، عمل عملية الطباعة وزود، بعد كده عمل تشيك. فهي بدل ما كانت ب101 جت ب102. هل 102 أصغر من أو يساوي 100؟ فراح نزل كمل على تحت. فهنا نلاقي 101، الإكس ب101، الإكس اللي هي ب101 أصغر أو يساوي 100. فكانت الإجابة فولس، فعلى طول ما دخلتش في الكود. ده الفرق.